عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك للنادي الزمالك، بطولة غالية لجمهور نادي الزمالك وجهازه الفني وإدارته، وكان في أشد الاحتياج ليها بعد أداء ممتع خاصة الشوط الثاني. ومعانا كبير مشجعي نادي الزمالك كابتن أحمد الفلبيني. إيه رأيك في المباراة يا كابتن أحمد؟ الزمالك كان احسن بكتير والله يا كابتن. يعني يستحق الفوز. الزمالك النهارده استحق الفوز احسن من كل مره، يعني كل ماتش كان الزمالك بيبقى كويس، الزمالك بيخسر في اخر الماتش. كان الاهلي بيعرف يكسب الماتشات دي. النهارده الزمالك لعب على قد امكانياته ولعب على نقطه ضغط ان الاهلي نازل مغلوب في الماتش. عنده ثقة زايدة عن قوي، اللازم. تصريحات واعلام وناس بتتكلم وكده، فالزمالك خد دي حافز ليه هو. مين في لعيبة الزمالك كان ليه التأثير الأكبر في أداء النادي الزمالك النهارده على مدار المباراة؟ حمزة المسلوسي. حمزة المسلوسي دفاعيا كان شايل الفرقه، وهجوميا كان شايل الفرقه بطريقه غير طبيعيه. زيزو ناصر منسي طبعا نزل قلب الماتش، كان موفق كان موفق ناصر منسي. وطبعا ضربات الجزاء عواد، انا شايف ان هو راجع يعني جاي ما بيلعبش وجي على حتى انا شايف ان لاعيبه النادي الزمالك في تنفيذ ضربات الجزاء كانوا عندهم ثقه اكتر من لعيبه النادي الاهلي. انا وانا بتفرج على ضربات الجزاء يا كابتن كانت بالنسبه لي اغرب حاجه حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد حط ضربه جزاء، انا مش عارف شاط ضربه الجزاء ازاي وشاطها بالطريقه دي ازاي. طبعا بنبارك للنادي الزمالك مره ثانيه ونقول للنادي الاهلي هارد لك. النادي الاهلي نادي كبير ونادي صائد بطولات، مش عيب ان تضيع منه بطوله. ومعانا رأي اهلاوي عايزين نسأله النهارده، هل النادي الاهلي كان يستحق يكسب واتهزم، ولا النادي الاهلي كان سيء واداؤه سيء على مدار المباراه؟ احنا بنتكلم على مدار 90 دقيقه بما فيهم ضربات الجزاء. كابتن يوسف، ايه رايك في المباراه النهارده؟ اول حاجه اقول بس مبروك لنادي الزمالك وهارد لك للنادي الاهلي، بس مش هارد لك اللي هو ان انت كنت كويس وعملت اللي عليك، لا انت كنت في اسوأ حالاتك. زي ما قال احمد، الاعلام نفخك خلاك رحت في حته ثانيه، خلى اللعيبه رحت في حته ثانيه. النادي الاهلي لازم الاعلام يضخم فيه، بس احنا بنقول ايه المباراه بس مش بالطريقه دي، مش بحجمك انت كالنادي الاهلي ان انت تنساق في الحته دي. انا عايز اقول لك ان اخر 25 30 دقيقه، النص ساعه الاخيره في المباراه، الزمالك حاطط النادي الاهلي، او هو النادي الاهلي بيلعب زون ديفنس من نص ملعبه، والزمالك عمال يجيب الكوره من هنا لهنا لهنا. لا، هو كانت الفكره كلها ان نص الملعب الزمالك كان مسيطر، كان ماسك كوره. عبد الله السعيد على كلام الاعلام يا كابتن، معاه ضغط زيزو، معاه ناصر ماهر، عنده امام، عنده مروان. خلي بالك، هو انت لو بصيت علشان الاداء اللي نادي الزمالك اداه احرز الهدف، لو ان الهدف باين خطا، الكوره هتطلع عاملها بكعب رجله، خطا عمر جاب القهوه قدامه، لا دي قوه ضغط واللي فاجئني جدا، انا اللي فاجئني ناصر منسي اول مره النهارده احس ان هو فيرود قطع حيا نفسه بالجون ده بجد. اول مره احس ان هو حيا نفسه، انا لقيته قطع الاوفر معمول قد كده، عمر جاب هو شالها يا دوب. الثاني قطع، وياسر ابراهيم هو واقف عايز يلعب بدماغه، مستني يلعب بدماغه، الثاني قطع راح حاطط رجليه بعدها، حتى بقول لك حط واحد بدماغه كده. ايوه في البعيد، لو في الشناوي كان فوق يتفرج عليها فعلا. فألف مبروك للنادي الزمالك يا جماعة، يستاهل المباراة. وانا شايف ان افضل ما في حلقة النهارده الروح الرياضية اللي ما بين جمهور الاهلي وجمهور الزمالك. وعلى فكرة هم اخوات، يوسف واحمد اخوات. اتفضل. ان احنا نقول النادي الاهلي مش خسر بطوله، فالنادي الاهلي بالنسبه له كده النادي الاهلي كبير قوي يا كابتن. احنا كزملكاويه شايفين ان الاهلي بالنسبه لنا هو المنافس التقليدي لينا، بس النادي الاهلي في افريقيا وفي الوطن العربي لا مشرف مصر. اكيد مفيش اختلاف، بس هو ده الديربي. ايوه هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي كل الناس او اغلبيه الناس كانت بتقول ان الاهلي
يلعب الماتش ده قدام الاهلي. لا كله في لا لا حقيقي. اعتقاده بالانتماء بتاع الفرقه بالعناصر اللي موجوده، وازاي الاهلي رايح ياخد الماتش، هو واخد الماتش من قبل ما يروح. لا، معاك بس معاك الإعلام انا معاك اللي انا في دي، بس انا الإعلام شايف في حته ثانيه. لا انا شايف النهارده فنيا بقى، انا هتكلم فنيا. انا شايف النهارده النادي الزمالك عنده ترابط في الخطوط كويس بصراحه. يعني الراجل انا الفرقه شايف ماسكه نفسها تتحرك مع بعض يا كابتن. بغض النظر عن الموسم اللي فات، يعني الموسم اللي فات كان فيه عك كتير، الموسم اللي فات. لا النهارده في ترابط، في ثبات، والفرقه واقفه مع بعضها، تحس ان المدافع قريب من النص واللي في النص قريب للي قدام. الخطوط زيزو ما قريبه من تحسوش بعضها، بيجري لوحده، الخطوط قريبه من بعضها. زيزو ما كنتش تحسه حقيقي. النهارده بيجري لوحده في حقيقي. الملعب، تحس الفرقه حقيقي. كلها بتجري مع بعض. وعبد الله كده، عبد الله لعيب ما شاء كبير، الله عبد الله عليه لعيب كبير وبيربط الخطوط ببعضها وما بيبصيش عبد الله ورا، لعيب وعنده ثقه في لعيب ما نفسه. شاء الله، ده ما عندوش هو نص 39 سنه. و عندوش 39 سنة. وناصر ناصر ما ماهر بيقف لا كويس أوي بصراحه عندهم. الزمالك قدم مباراه كويسه، يستحق السوبر. والف مبروك للنادي الزمالك، وهارد لك للنادي الاهلي. و... وان شاء الله تكون بدايه موسم كويسه بالنسبه الاهلي والزمالك ان شاء الله.